مرحبا مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بالف صحة وخير من رب العالمين. اشتقت لكم كتير. ليش بطول؟ لانه عن جد عندي عجقة بالبيت مش طبيعية. هلا بتشوفوا بتعذروني. طبعا هاي غرفة الضيوف تبعتي. اكيد متذكرينها وحافظينها معاي بالنتفة. حبيت افرجيكم اياها عشان راح تشوفوا التغييرات والتعديلات اللي صارت فيها. شايفين الطقم؟ تذكروا الغرفة. عندي هذا الحيط طبعا اللي كان يتابعني من الأول. هذا الحيط كان لونه زهر، وأنا معجنته غيرت لونه، رجعته كحيط طبيعي من لونه أبيض عشان رح ندهنه، لأنه طلعوا كيف كان لونه زهري. هون معجنته، وهي رح أتركه ينشف عشان نحفه وندهنه زي باقي البيت، لأنه صراحة زهقت اللون الزهري. حبيت أغير كل ديكور البيت قبل شهر رمضان الكريم. زي ما بيحكوا حلو التغيير، يعني بتجددي نفسية وبيعطيكي طاقة. انك خلص تحسي كل اشي عندك جديد في جديد، فانتي بتجددي طاقة. فهذا الحيط عندي صار زي هيك. تذكروا طقم الضيوف يا بنات، والغرفة كيف كانت مفتوحة بعض. هذا كلياته راح ننظفه، لانه كلياته تعبى معجون. طلعوا الغرفة. تذكروا كيف في الصالون مفتوح باب غرفة النوم مبين. شوفوا الوضع اشي مزري، يعني وضعي ببكي يا بنات. كان يعني هلا الحمد لله لما بسجلكم هذا الفيديو الحمد لله كل شيء تغير عندي وصار كله من احسن. وان شاء الله هذا كلياته راح يتغير عن جد، ما راح تعرفوه. هلا راح نشوف كيف التجديدات اللي راح نعملها، وشوي شوي طبعا انتوا راح تشوفوها شوي شوي، بس انا خلصت على الخالص. بتتذكروا هاي البلاطات البنية كمان اللي فوق الباب؟ دهنتها وزبطتها. شوفوا كيف الوضع. والله يا بنات عشت اسبوعين حلم. صاروا اولادي بالاخير مشان الله خلص ما بدنا نجدد اشي بالبيت، بدنا نخلص من الشغل. طلعوا كل اشي فوق بعضه وكله غبرة وتراب والورق الحاف، يعني ما في اشي على حاله. الحمد لله هيك عنا. بلشنا بدنا نقسم غرفة الضيوف. طبعا شايفين هنا العمال واقفين مع زوجي. بدهم يغيروا الباب او يركبوا لي باب الجبسون بورد. احنا فصلنا غرفة الضيوف، عملناها بينها وبين غرفة النوم ممر عشان نفصله بباب اكورديون. شايفين الباب؟ هذا باب الاكورديون. رح نفصل غرفة الضيوف نعملها منفصلة. اذا اجى حدا حابب ينام فيها بسكر على حاله الباب، بدل ما تكون مكشوفة كلياتها، يعني غرفة واحدة زي ما شفتوا بأول الفيديو. طبعا اللي راح يحضر الفيديو راح يفتح من أول والأخير ويقارن كيف هاي الحيط بعد ما خلصوا العمال. شايفين؟ طبعا تذكروا بأول الفيديو كيف كان مفتوح، هلا لا مسكر، وراح نركب له باب أكورديون. راح يصير الوضع اشي بجنن. شايفين كيف؟ صار هون ممر. شايفين؟ كانت اول اشي كلها مفتوحة بعض، هلا صارت ممر. هون رح نعمل اشياء يعني حلوة هيك حركات بس شوي شوي. وهلا زي ما انتم شايفين تتذكروا هذا الباب اللي بفصل كان ودخلكم هيك على غرفة الضيوف. كانت هاي هيك كلها غرفة الضيوف، متذكرين؟ بس هلا احنا عملنا هون ممر. شايفين بالاخير هون حتيجي اضاءة حساس. وعملنا هذا الحيط اللي كنا عم نعمله. شايفينه؟ هذا الحيط كله ما كان موجود. طبعا هذا الحيط يا بنات جبسون بورد، اسهل واسرع في التركيب. شايفينه؟ عملنا حيط فصلناها. وهي باب الاكورديون اللي حكينا لكم عنه. هذا الباب قياسه متر. شايفين هون هذا اللون غير عن هذا اللون، هو هيك متر بمترين، بس اجا صغير احنا ركبنا له قطعتين زيادة عشان نصير على عرض الباب. وهلا رح نشوف كيف صارت غرفة زيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي يا بنات غرفة الضيوف اللي معلش بس اسكر الباب عشان لسه نايمين. هاي غرفة الضيوف. تتذكروها؟ تتذكروا كيف كانت هناك سفرة رمضان والشلال تبع رمضان وهون الطقم الأزرق؟ هلأ هيك غرفة الضيوف الجديدة. أعطوني رأيكم فيها. شايفين؟ هاي غرفة الضيوف. طبعا هدولي قطع انتي بتفصليهم على لون الطقم عشان حماية من الغبرة وأي إشي يوقع عليهم. شايفين اللون يا بنات كيف؟ هو اللون بني وزي اللون الطحيني هيك زي الكابتشينو مونس من بعيد، يعني يا دوب تلاحظيه. هذا طقم الكنبيات الجديد عنا، حتى طقم الترابيزات غيرته.
شايفين يا بنات؟ اعطوني رأيكم فيه. كل حدا راح يشوف الفيديو امانة انك تعطيني رأيك بالتعليقات. شايفين هيك؟ حتى البرادي انا غيرتهم، عملتهم لون طحيني. طبعا من بعيد بدي افرجيكم، من بعيد حتلاحظوا انه خط غامق خط فاتح صح، بس انا راح افرجيكم الرسمة تبعته عن قريب. شايفين؟ هاي هي الرسمة من قريب، طبقة فيها وطبقة لا. شايفين؟ فيها رسمة خفيفة. هيك عندي غرفة الضيوف يا صبايا. الباب طبعا احنا دهناه من اول وجديد وجلدته، اعطيته تجليد. معلش انا بدي افرجيكم كل اشي عن قرب بعدين عن بعد. جلدناه تجليد عشان يعطي عتمة، لانه كان دايما يعطي ضوء من النهار. وهيك عنا خلفية الشاشة. طبعا اللي كان متابعني بالسنين القديمة كان شايف انه عندي حيط كلها زهر بزهر. هلا عندي الحيط هيا راح نبلش فيه من هون، واحكوا لي رأيكم بالتعليقات يا صبايا. شو رأيكم؟ كل اشي اختلاف 360 درجة. هي خلفية الشاشة عندي صارت زي هيك. بتتذكروا هذا التليفون يا صبايا؟ كل اهالينا الله يرحمهم ويبارك بعمر اللي موجودين، كل اهالينا كان عندهم زي هذا التليفون. بتتذكروا هذا التليفون؟ والله هذا التليفون له ذكريات احسن من الموبايل. شايفين؟ طبعا الديكورات الجديدة صارت انه تحطي زرعة جنب الشاشة. طبعا هاي لسه راح نقولها على الجهة الثانية، وراح نشوف نحط اشي تاني هون. بس اعطوني رأيكم يا صبايا في ديكور الحيط. شايفينه؟ هذا ديكور الحيط. حتى هدول صبايا هدول زي ما شفتوا باول الفيديو، هدول نفس الطقم اللي هو الملون اللي كان على لون الطقم اللي هو هاي البيضة انا ما غيرت لونها، ابيض واحمر وازرق. طبعا اشي جلدته، هاي الابيض خليته نفس لون الطقم مايل عبيج، وهذا دهنته دهن، وهذا بسم الله الرحمن الرحيم عشان القرآن حطيت عليه ستيكر. وهذا الذهبي، حتى هذا الذهبي جبته من السوق وعملتهم نفس الترابيزات المودرن اللي بنشوفهم بالسوق يعني، وبنطلبهم اونلاين. وهي عندي هذا كلياته، كل هذا الديكور غيرته. شايفينه؟ اختلف كلياته. وهي هيك عندي صارت خلفية الشاشة. هلأ راح أفرجيكم إياها من الأول صورة كاملة واضحة. هي هيك يا بنات. طبعا هدول الرفين كمان ما كنت حاطتهم بأول مرة جبت طاولة الشاشة، ما كنت حاطتهم. هاي المرة لا دقيناهم وحطينا معطرات غرفة الضيوف والمبخرة والزريعة. طبعا هديك طبيعية، هدول الصناعي، صناعيات التنتين. شايفين؟ هاي اصطناعية وهاي اصطناعية، بس عجبوني شكلهم. وهيك صارت عندي غرفة الضيوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا بنات، يا رب انه الجميع يا الله اللي حابب ربنا يعطيه بالسنة الجديدة ربنا يعطيه ويبارك له ومدله في ماله وفي اولاده، وتكون سنة خير وبركة علينا. واللي نفسه يجدد، واللي نفسه يغير رب العالمين يعطيه ويغير بيته ويتملك بيت ولا يجدد بيته يا رب. يا رب كل الدعوات الحلوة ان شاء الله تكون من نصيبكم بإذن الله تعالى. يا رب ربنا يعطي الجميع ويشفي كل مريض ويعطي كل محتاج يا رب العالمين. هاي عندي هيك، حتى الصالون كمان مديته كلياته موكيت. وهيك عندي صارت غرفة الضيوف. ان شاء الله كل سنة وانتم سالمين وتكون سنة خير وبركة عليكم يا رب العالمين. اللي متمني اشي ربنا يعطيه. وهيك حبايبي خلصنا ديكور البيت كلياته زي ما انتم شايفين هيك لاستقبال شهر رمضان الكريم. طبعا حلو التغيير قبل شهر رمضان يا صبايا، حلو انه الواحد يغير قبل شهر رمضان، تتغير نفسيتك خصوصا سنة جديدة وتغيير جديد. وسبحان الله كل ديكور بيكون معطيكي نفسية. انا كنت من الناس اللي كنت احكي مستحيل احط اللون البني في بيتي،
عن جد كنت أحب الألوان الفرايحية، البيج، الزهر، الأزرق، الأخضر الحشيشي. ولكن سبحان الله آرائك لما بتكبري، كل ما بتكبري بالسن آراء البني آدم بتختلف. فأنا كنت أحكي مستحيل أحط هذا اللون في بيتي، ولكن من الألوان الراكزة والراقية. أمانة أعطوني رأيكم بالفيديو تغيير عفش البيت. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لا يوصلكم مني كل جديد، وحطوا لي لايكات، تحطوا لايكات كتير. وسلام.